هل بتتمرن بطن كتير يا بطل؟ طب يا ترى الكلام ده صح ولا غلط؟ خليني أقول لك الحاجة المهمة اللي لازم تعرفها. أهمية تمرين البطن. تمرين البطن من أهم التمارين في الجسم. بيقوي العضلات، بيرسم الشكل، وبيخلي القوست ثابت وقوي. ومناطق البطن ليها زوايا وتمارين مختلفة. ولو وصلت إنك تلعب كل التمارين دي صح، يبقى أنت فعلا بطل. لأن الموضوع مش سهل زي ما فاكر، بس نتيجته ممتازة. طب لو لعبت بطن كل يوم، ناس كتير بتتخيل إنهم لو لعبوا بطن يوميا بطنهم هتخس، أو شكل السكس باك هيظهر أسرع. بس الحقيقة ده أكبر خطأ ممكن تعمله. ليه؟ لأن عضلة البطن زيها زي أي عضلة في جسمك، محتاجة استشفاء علشان تكبر وتحصل منها على نتيجة. تتمرنها كل يوم، مفيش نتيجة، مفيش ظهور، إجهاد بدون فايدة. طب أتمرن بطن كام مرة في الأسبوع؟ لو مش بتنزل الجيم 4 أيام في الأسبوع، مرتين في اليوم، كل مرة 4 مجموعات في 20 عدة. ولو حسيت إرهاق خفف عادي يا بطل. لو بتتمرن جيم، مرة مع يوم الصدر، مرة مع يوم الكتف. وما تنساش البلانك، ده مهم جدا. ولو تقدر تضيف أوزان لتمرين البطن يبقى ممتاز. أهم نقطة لازم تفهمها، مفيش حاجة اسمها ألعب بطن علشان الكرش يروح. تمرين البطن ما بيخسس دهون البطن. اللي هيخسسك فعلا نظام غذائي مظبوط، كارديو، ثبات على تمارين. ولما نسبة الدهون تقل، عضلات بطنك هتظهر لوحدها، وهتشوف الشكل اللي نفسك فيه. الخلاصة يا بطل، العب صح، خليك ثابت، اهتم بالأكل، وما تلعبش بطن كل يوم. ومهم جدا تشرب مية كتير، لكن مش وقت التمرين. على مدار اليوم لازم تشرب مية كتير. المية بتحرق الدهون بشكل كويس قوي، ولكن لازم تاخد اعتبار إن المية مش علشان تخس، لأ، علشان المية مفيدة جدا للجسم. واهتم بالنظام الغذائي بتاعك علشان تعرف تنزل وزنك وتخسس دهونك يا بطل. وتمرن صح علشان تعمل عضلات بطن صح. لو عجبك الفيديو اعمل إعجاب واشتراك للقناة.